اهلا بيكم في يوم الجمعه في موسكو. يلا بيكم، يلا بينا عشان اوريكم اليوم عامل ازاي وسط موسكو، وسط كل حاجه، وسط الدوشه، وسط كل ده. اكتر حاجه بتعجبني في الناس دي موضوع الاديان، وان هم بيحترموا المسلمين بشكل غير طبيعي. من اكتر الحاجات اللي بتعجبني جدا هنا هو تأمينهم للمسلمين، وان هم بيحترموهم بشكل غير طبيعي، وبيحترموا المسلمين جدا جدا. عشان الناس اللي بتقولك روسيا دي مش عارفه ايه، وهل انا كمسلم او كبنت مسلمه هعرف ان انا اعيش ومش عارفه ايه والكلام ده. بجد والله العظيم محتاجين بس تبصوا عشان تعرفوا قد ايه الناس دي بتحترم الدين وبتحترم المسلمين وبتقدرهم. كل الناس وكل العربيات اللي واقفه دي علشان المسلمين فقط لا غير، عشان يأمنوا صلاة الجمعة. ننزل بقى نوريكم الايه، الوضوء والحمامات. الوضوء والحمامات، دورات المياه للرجال. اوريكم انا كده متوضي وخلص وعامل كل حاجة. هنا هو دخلنا، ده هنا الوضوء بتاع المسجد. دخلنا المسجد، فأول ما انت بتخش يديك كيس. هنحط بقى الايه، نحط الجزمة دلوقتي بس. نحط الجزمة زي ما احنا شايفين. اول شيء ممكن نلاقي الجزمة، وهنا بقى هنحط الايه، نحط الجزمة بتاعتنا الايه، والأمر السهل رقم 33 اهو. وهنا الجزمة اهي، حطينا الجزمة هنا، حطها رقم 33. بعد كده نروح علشان نحط الايه الجاكيت. احنا طالعين السلم نشوف الايه الموضوع عامل ازاي. Есть много шансов, возможностей делать добрые дела. И горе тому, позор тому, кто этому месяцу относился. Это месяц, когда Аллах Субхану Тааля наблюдает за нами, как мы совершаемся друг другом злом. Этот месяц похож на месяц Рамадан, похож на международные هنطلع الايه، الدور اللي فوق. شوف الدور اللي فوق عامل ازاي. مسجد جميل 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 يعني. Почему-то они прекрасно понимают, знают, что невозможно, нельзя заходить в Олимпиаду, в большое соревнование без преждевременной подготовки. И за месяц, за два, за три до начала соревнований у них бывают спортивные сборы, где они друг с другом в одной команде соревнуются, борются, качаются, поддерживают моральный дух. Вот что-то подобное должно быть с нами и не только в физическом мире, не только в мире спорта, но и в мире поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. И вот сейчас зашел такой сезон месяца Шаабан, где необходимо подготавливать свой организм в духовном смысле, физическом смысле, материальном смысле. И об этом, иншаллах, несколько слов скажем. Но прежде чем войти в эту тему, Хари, рахмаллах, баракаллахи, читал несколько аятов, что из суры Ниса, где Аллах обращается к Ниса, 4 сура, 170. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. خلصنا الصلاة خارجين من المسجد دلوقتي بقى المرحلة الأكثر إحراجا اللي أنا مبحبهاش. إيه هي بقى؟ إن أنا عايز إيه بقى؟ إن أنا عايز أسأل الناس وأقول لهم إيه، هل هم بيواجهوا أي عنصرية أو مثلا حد بيضايقهم هنا في موسكو أو كده أو الكلام ده. أنا مش عارف بصراحة أبدأ بمين، لأن الناس كتير والأمر صعب. أنا مش عارف هسأل مين بصراحة، بس لازم نسأل حد، شخصين 3 4، مش عارف بقى. في بقى هنا من أحلى برضو الحاجات في سوبر ماركتات. السوبر ماركتات دي كلها مكتوب زي ما انتم شايفين حلال حلال. بيبيعوا بقى ايه ده بقى؟ بيبيعوا أكل، بيبيعوا كل حاجة زي ما انتم شايفين. كل حاجة هنا حلال، أكل بقى، كل حاجة. المهم ان احنا عايزين نسأل حد. هاي الله، هنشوف الموضوع. وانا عايز اسأل حد بس مش عارف هسأل مين، بس انا لازم اسأل. ده برضه محل لقيته، مش عارف ده بيبيع ايه. عايزين نخش نشوف المحل ده فيه ايه. محل بيبيع حاجات اسلامية، بيبيع حاجات وبقى كل الكتب وهكذا. هنشوف دلوقتي المحل بيبيع ايه. بيبيع تحف، الناس هنا مضحوك عليها والله. بيبقى زي مكتبة بتبيع ايه بقى، كل حاجة. السلام عليكم. زي هنا مكتبة بتبيع كل حاجة، كل حاجة حرفيا. مكتبة بتبيع الكتب، بتبيع المصاحف، تبيع الكتب، تبيع المصاحف، تبيع كل حاجة. مفيش حاجة مش عند الناس دي. كل حاجة عند الناس دي، كل حاجة موجودة. ما شاء الله عليهم بجد. المهم كل الطابور دوت أكل، ده أكل الحلال ده. من أكتر الحاجات اللي شفتها وخدت بالي منها إن ما شاء الله اللهم بارك مفيش عنصرية خالص، وهم بالعكس الشرطة واقفة بتأمن المسلمين وبتحميهم. وده على عكس بلاد تانية كتير مش موجود الكلام ده. يعني أنا عمري لما كنت عايش في موسكو برضو كنت ألاقي نفس الموضوع دلوقتي أشد، إن هم بيجوا بيأمنوا الناس من الصبح بدري. وبجد أكتر حاجة شفتها إن هم بيحترموا المسلمين، بيدعموا المسلمين. عمره كان في عنصرية. يعني من أحلى الحاجات اللي شفتها بجد في موسكو هو الموضوع ده حرفيا. المهم زي ما انتم شفتوا ده المسجد، دي صلاة الجمعة في موسكو، وقد ايه الشعب ده والحكومة دي بيدعموا المسلمين. عمرها كان في عنصرية. فلو وصلت لحد هنا متنساش تعمل لايك، كومنت، شير، سبسكرايب، كل حاجة جميلة. وتابعني الفترة الجاية. انا محمد الطعمي وبقدم محتوى عن روسيا، عن السفر، عن الدراسة برا مصر. نلتقي في فيديو جديد. متنسوش تتابعوني الفترة الجاية عشان في فيديوهات دمار. سلام.